قررت اتجوز بس اكيد مش راح اعمل عرسي زي هيك. انا عارف انه خطر ببالك سؤال، وصراحة ابدا مش ذاك السؤال اللي خطر ببالك اللي هو وين تكملة الفستان تبعها، بس في السؤال الاعمق اللي انت ما سألته لحالك اللي هو الشاب اللي كان واقف بالزاوية. اذا اخوها فعلى الدنيا السلام، اذا المصور فمصيبة، بس اذا العريس يرحم ما فقدته احسن الله عزاكم قسما بالله. يعني العريس واقف بالزاوية، واحدة من الثنتين اللي براسه بقول يا انه انت مش اغريتني، انت اخريتني وسودتي وجهي قدام الناس، او انه حس انه قرونه صار اطول من برج بيزا المائل. وبالنسبة للفستان ليش لابسيته هيك؟ فالمقطع جايب 250 ألف لايك يا رجل، انت مستوعب صعوبة الرقم؟ يعني اسمع الرقم قد مو صعب. اذا هذا المقطع جاب 250 ألف لايك والقرآن لا تبرع بأرباحه هيك، يم انا بالمقطع اللي جاي بدي اقول لك المقطع عمل ارباح 1 2 3 بدي اتبرع فيهن غيره. ولسه هذا العريس ولا اشي، العريس اللي بعده مشغل اغنية عليكي حتة وهي طوبزة عدم المؤاخذة على اللفظ وقاعد او شوف انا ليش تغلب بشوف. ما تنساش تعمل احببته واضحكني. هذا الزلمه بتحسه ماشي على مبدا عسل تاكل منه انت والناس ولا خرا تاكله لحالك، بس مو يا محترم المثل يطبق، بس مش بهيك مواضيع ابدا. انتوا بتتجوزوا بالعاده عشان تكونوا استخدام شخصي لبعضكم البعض، انت فاهم شيء؟ يعني بقدر يعني اكثر من هيك تلميح ما بقدرش. يعني الموضوع بكون انت استخدام شخصي الها وهي استخدام يعني زي فرشاه الاسنان، بس انت بالحركه تبعتك زي اللي قاعد بروجلها وحياتك، فعشان هيك عاملوا بعض زي ما بتعامل فرشاه الاسنان، شخص واحد بيستخدمها بس، هي تستخدمك وانت تستخدمها، ما فيش داعي لحركات الترويج عليها حتى وقاعد يعني. خذ البس وخذ واسمع مش راح يرجع. خذ اللي بيعرف العريس يوصله، قول لك الكزن لك عنده قرن. هسا شباب عشان انتم تكونوا بالصورة وممكن تتفاجئ او تنصدم، ولكن انا شخصيا ككزن ابدا مش ضد انه هذول الاشخاص يحتفلوا بالطريقة اللي بدهم اياها. اللي بالفيديو اللي عرضت لك قبل شوي وحدة صدرها رايح ما يطلع، واحد جايب مرته بقول لها خطر، عاد الاشي الوحيد الخطر يعني هي خطر عليه هو، بس انه صراحة مش راح تقدر لها، مش راح يعني مستحيل تقدر لها. وواحدة ثالثة وشميت لي هون كرزة على صدرها، احتفل بالطريقة اللي بدك اياها، هي مرتك وهذا عرسك وما حدا له اي صلاحية انه يجي ينتقدك لا من قريب ولا من بعيد. ولكن ركز، ولكن لما انت تكون عايش من ضمن مجتمع والمجتمع تحكم عادات وتقاليد، فانت مضطر انك لما تعمل هذا الاشي على الاقل تخبيه. اضعف الايمان يعني مثلا انت رحت على الهند وجاي على بالك تاكل لحم بقر وانت بحي هندوسي، انت بس تطلع تاكل قدامه تندبح، فانت بدك تحترم عاداتهم وتقاليدهم غصب عنك مش بكيفك. اذا بكيفك تحترمهنش. المشكله مش بطريقه الاحتفال انا برايي الشخصي لانه ما حدش له دخل بحدا هاي الايام، ولكن المشكله لما انت تشهر، لما انت تجيب كل العادات والتقاليد تبعت البلد ومش ترقعها بالحيط، انت حرفيا تخرع عليها خرا. فهون انت صفت مشكله، وبصبص كمان تخلط هاي المره المليون، تخلط بين الحضاره والثقافه. الحضاره اشي والثقافه اشي. الغرب الحضاره تبعته القنبله الذريه والنوويه والاختراعات والعلوم والكاميرا والايفون، هاي الحضاره. اما الثقافه اللي هي خلينا نحكي العادات والتقاليد، اليابان عندهم ثقافتهم، الزي الرسمي تبعهم، بيعشقوا لعبه السومو، الامريكان بيعشقوا كره القدم الامريكيه، بيعشقوا كره السله. ثقافات هاي اسمها، ما لها دخل بالحضاره ابدا. فانت تجيب ثقافه ناس ثانيين وتخلطها وتقول هي حضاره لا هي تخلف، لانه انت مش راح تشوف ياباني بيعمل عرسه بالطريقه العربيه، ولا راح تشوف امريكي بيعمل عرسه بالطريقه الهنديه، الا انت حضرتك بيطلع بده يصير مثقف، بجيب مرته بطلع لك صدرها وبشمط لها وحده كرزون وبخليها تطوبس ويقول لها عليك حته ليش شبيك فطوم اصحي. ككزن بالنسبه لي ماليش دخل فيهم ولا حدا له دخل فيهم، بس كونك انت صورت ونشرت فانت يعني لازم تتحمل النقد. واغلب المقاطع اللي انا جايبها ترى عليها فوق ال 5 مليون ل 10 مليون مشاهد، يعني ارقام شيء مرعب بصراحه، بس لان هيك لابسات، لو اني لابسات زي البشر ما حد شاهدهم اصلا، فهم اصلا بتعمدوا لفت الانتباه، فانا جبتهم عشان اعملهم لفت انتباه. نحبكم جميعا بالله، اتمنى لكم يوم سعيد، يلا باي. طولت كثير بالحكي، باي ذا واي كنت لابس شورت طويل هاي. لقاش كزون ملك الاخلاق.
يلا باي.